السلام عليكم. كيكة اليوم هي كيكة ديال البنان او كيكة الموز. كتجي هشيشة بزاف كيف ما كتشوفوا، مهوية وكتجي رطبة والمذاق ديالها لذيذ ما تشبعوش منه. ماشي من داك الانواع ديال الكيك اللي كيجي مدقص وكيجي ما عرفت كي داير. ها نتوما كما كتشوفوا خفيفة وهشيشة، والمكونات ديالها سهلة وبسيطة في متناول الجميع. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 3 ديال البيضات فاني. الحليب غادي نحتاجو كاس مع مرش، ها هو العبار بكاس العنبة والعبار بالغرام. 120 غرام ديال الحليب، كاس ديال الزيت او 150 غرام، كاس ديال السكر، اما السكر البني او لا السكر الابيض نفس القياس. بالنسبه للطحين غادي نحتاجو ما بين 2 كيسان ونص حتى 3 ديال الكيسان، 300 غرام تقريبا، واحد الحفنه او لا 100 غرام ديال الشوكولا و12 غرام ديال الخميره. اول حاجه غادي نحتاجو 2 ديال البنانات اللي يكونوا متوسطين، القياس ديالهم تقريبا 180 غرام. هاد النوع د البنان اللي كيكون طايب، كيكون في التالي ديال السله، ما كيبغي حتى واحد، ولكن كيكون حلو بزاف، المذاق ديالو كيجي زويون في الكيك. صافي كنمعسوه بشي فرشيطه بحال هكا حتى كيرجع بهذا الشكل هذا. بداو به هو الاول وحطوه في الجنب. بالنسبه للكيك غادي نديرو 3 ديال البيضات، شويه ديال الملحه ضروري منها، مع كيس اما د الفاني اما 4 معالق ديال القرفه مطحونه، حتى هي كتجي لذيذه بزاف في هذا الكيك هذا. غادي نديرو كاس ديال السكر اولا السكر العادي، السكر البيض حتى هو كيجي بنفس الطريقه، ما كنكثرش فيه السكر لان اصلا البنان حتى هو حلو كيعطي هذاك المذاق ديال الحلاوه. غادي نخدموا كل شيء اما بالخلاط اليدوي اولا بالطراب الكهربائي، نخدموا غير واحد شويه. نزيدوا كاس ديال الزيت ونخلطوا كل شيء مزيان حتى تنسجم كاع المكونات. وغادي نديروا الكاس ديال الحليب مع مرش. هانتوما شفتوا القياس ديال الحليب كي داير، ما يعادل 120 غرام. كاس ناقص واحد الربيع بحال هكا. من بعد غادي نديروا داك البنان اللي معسناه بالفرشيطه من قبل. كما قلت لكم اما 2 بنانات متوسطين اما وحده تكون كبيره، ما يعادل تقريبا واحد 180 غرام بحال هكا. صافي غادي نخلطوهم مزيان حتى تنسجم حتى هي مع المكونات. ومن بعد غادي نضيفوا الشوكولا. انا درت هنايا شوكولا كوكيز نسبه الكاكاو اللي فيها 50%. بغيتو ديروا العاديه ديروا العاديه اللي عجبكم. اي شوكولا عندكم هكا قطعوها بشي موس وديروها. هزوا شويه من الطحين من هذاك اللي معبور اللي غنديروا به الكيك، هو اللي غتهزوا منه واحد معلقه صغيره بحال هكا ولا كبيره. ديروها في الشوكولا باش منين نديروها هي في الكيك كتبقى لنا الشكلاط كيبقى الفوق ما كيهبطش لتحت الكيكه. صافي غادي نديرو داك الطحين، نزيدو عليه 12 غرام ديال الخميره، وغادي نغربلو كلشي مزيان. ضروري ما نغربلوه باش حتى داك الهواء كيعاون في الارتفاع ديال الكيكه. ونخلطو غير بشويه. تقدروا دابا ديروا الشوكولا اللي ما بغاش يدير يهز شويه ديال الطحين ويغبر داك الشكلاط يديروا دابا مع الطحين ويخلط كلشي في مره. المهم الشوكولا خصها تغبر شويه بالطحين. نخلطو غير بشويه. القوام كيكون بحال هكا، كتجي شي شويه شاده في راسها على الكيك العادي. صافي غادي نزيدو داك الشوكولا كما قلت لكم، اما تزيدوها مع الطحين اما تزيدوها بوحدها وغبروها شويه بالطحين وخلطوها غير واحد التخليطه خفيفه. انا راني غير مزربه الفيديو صافي. الكيك راكم عارفين ما كيبغيش تخلط نهائيا. صافي وغادي نديروها في اي مول بغيتو، الشكل اللي بغيتوه نتوما ديروه فيها. المهم يكون القياس ديالو 20 سنتيم. انا درتها في مول 20 سنتيم. هانتوما غادي تشوفوا غادي شي شويه عاليه 20 22 كاع، هذا هو القياس ديالها. المهم كيكه ديال 3 البيضات وصافي. صافي غادي نضربوها واحد 3 ديال الضريبات خفاف باش يخرج داك الهواء اللي زايد فيها. صافي وغادي نديرو واحد الموس في الزبده، شي شويه ديال الزبده تكون دايبه اولا الزيت اللي كان، وغادي دوزو داك الموس في وسط الكيكه باش ملي تكون كطيب غادي تطرطق لكم وتجي محلوله من الوسط. هذاك الشيء اللي شاط لي في الموس هو اللي هوتو. صافي. وبالنسبه للتزيين تقدروا ديروا الطريقه اللي بغيتو تزينوها زينوها، ما بغيتوش تزينوها
نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا غير واحد شويه ديال شوكولا كوكيز نيت غبرته شويه بالطحين. هانتوما كتشوفوا يدي مازال فيها الطحين، درتو غير هكا واحد شويه ديال الطحين في يدي ودرتو هكا فركتو ودرتو على الوجه د الكيكه. بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه ما ديروش. ها هي النتيجه اللي كتجينا من بعد ما كندوزو داك الموس اللي كيكون فيه زبده ولا زيت في الوسط ديال الكيك. هذا هو. وهنا الا ما درتوش داك الموس في الزبده ولا الزيت كتجيكم النتيجه بحال هكا نتوما وزهركم. المهم غير وريتكم الفرق وصافي. مي منين كديروا الموس في الزيت ولا في الزبده كتعطيكم هذه النتيجه هذه. بالنسبه للفران، الفران ديال الغاز طيبوه على العافيه تكون مهيله. اما الفران ديال الضو غير 170 درجه، طيبوه على 170 درجه كافيه. يقدر ياخذ لكم من 50 دقيقه حتى لساعه. العافيه تكون مهيله كاع باش ما يتخطفش، وخليوه كيطيب على خاطرو وكيطلع على خاطرو. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي هشيش بزاف. انا قطعته هنا باقي سخون. المذاق ديالو عرفتو راه ما تشبعوش منه الا جربتوه. مختلف على انواع ديال الكيك اللي كتعرفوا ديال البنان. انا كنت جربت وصفات كثيره ولكن كيبقى من الداخل مدقص، ما كنقدرش ناكلو صراحه. ولكن هاد الوصفه هذه كتجي زوينه بزاف، كتجي هشيشه والكيك ديالها كيجي مهوي من الداخل. منين تجبدوه من الفران خليوه يبرد على راحته. انا ما كانش عندي الوقت داكشي علاش زربت عليه وقطعته دغيا. واخا هكاك النتيجه هي باينه، كيجي هشيش بزاف ورطب والمذاق ديالو لذيذ. وانا هاد الكيك ديال البنان، هاد الكيكه بالضبط فاش كنديرها ما كتكملش يومين في الدار. كيجي واحد المذاق فيها زوين، ما كتجي لا حلوه ولا حتى شي حاجه. عاد بالاخص الا درتو فيها الشوكولا المره 50% كتعطيها واحد المذاق لذيذ بزاف بزاف. كتجي هي هذيك في الحلاوه وكيعطي هذاك المروريه ديال الشكلاط كتجي غزاله. ولكن ماشي بالضروره، اللي ما عندوش يقدر يدير غير العاديه. اللي بغيت نشير ليه هو الوصفه الاصليه ديال هذا الكيك، كيك امريكي باينه، ولكن كيديروا فيه الكميه ديال السكر تقريبا 2 ديال الكيسان. كاين اللي كيدير كاس ديال السكر الابيض مع كاس ديال السكر البني، وكاين اللي كيدير غير السكر البني اولا غير السكر اللي متوفر الابيض عادي. ولكن عرفتو راه كي كتديرها بالحلاوه كتجي كتلصق، على العكس هذه كتجي هي هذيك في الحلاوه ما كتجي لا حلوه لا حتى شي حاجه، كتجي مقاده. اصل البلان راه حلو حتى هو كيعطي داك الحلاوه ديالو، كتجي مقاده. غير ديروها المقادير مضبوطه. انا راه كنديرها دابا شي 3 سنين هذه وتقريبا بنفس المقادير وما عمرني ما بدلتهم. المهم الكميه ديال السكر ممكن تعدلوا فيها كيف ما بغيتوا حسب الذوق ديالكم، ولكن كتبقى 3 ديال البيضات مع كاس ديال السكر هو الكيك المعتاد، يعني هو اللي كبرنا به وعارفين الدرجه ديال الحلاوه ديالو. شكرا لكم على المتابعه ومع السلامه.